لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح لك بابا من أبواب الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله تحفظك من الشرور والمصائب. لا حول ولا قوة إلا بالله تحفظك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكيد الخائنين. لا حول ولا قوة إلا بالله تعينك على متاعب الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح لك الأبواب المغلقة بقدرة الله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي الاعتصام والالتجاء بعظمة الله وقدرته وحوله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي أنك ترفع يديك إلى السماء وقلبك متذلل لله وعينك تبكي وتقول يا رب لا حول لي ولا قوة بي ولا ناصر لي ولا معين لي ولا رازق لي إلا أنت يا الله. كل دي في لا حول ولا قوة إلا بالله. بجد والله العظيم ده مش كلامي، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قاعد مع سيدنا أبو ذر، فسيدنا النبي كده يعني ضرب على رجل سيدنا أبو ذر كده، يعني سيدنا أبو ذر تحسه إنه كان قاعد مش واخد باله، فالنبي محمد حب يديله هدية فراح خبطه كده على رجليه علشان يلفت انتباهه. قال له يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ كنز عشان ما اخرجش بره الموضوع. لو أنا جيت سألتك يعني إيه كنز في الحياة؟ ذهب وفضة وفلوس ومس وياقوت، إيه؟ كل ما هو ثمين فهو كنز. قارون اللي كان عنده ربنا سمى الثروة بتاعته إيه؟ كنوز، مش كنز واحد. وآتيناه من الكنوز. ده حتى الناس في زمن قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الكنز ده فين بقى يا عم أشرف؟ في الجنة. إذا كان كل ده في الدنيا فاللي أنا بكلمك فيه ده فين؟ بص، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا ما أذن ولا ما خطر على قلب. فما تحاولش تتعب نفسك، هي حاجة ملهاش وصف. ومهما ربنا وفقنا وأكرمنا وعرفنا نوصف مش هنوصل واحد على 10% في المليون من الوصف الحقيقي في حاجة في الجنة. صح ولا أنا غلطان؟ فقال دلني عليه يا رسول الله، إيه هو الكنز ده؟ قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يا رسول الله لو قلت مرة ليك كنز في الجنة، قلت مرتين ليك كنزين، قلت 100 مرة ليك 100 كنز في الجنة، وانت وصحتك وضميرك وربنا يعطيك العافية. ايه كمان؟ اسمع بعد ما تصلى على سيدنا النبي. سيدنا قيس بن سعد كان قاعد مع النبي محمد وكان بيخدم النبي محمد. فالنبي محمد شافه مرة وهو بيخدم كده، فالنبي محمد عاوز برضه يديله هدية زي ما ادى هدية لسيدنا مين؟ أبو ذر. قال له يا قيس، قلت نعم يا رسول الله. قال ألا أدلك يا قيس على ذكر تقوله إذا قلته فتح الله لك بابا من أبواب الجنة. تقوله بتيجي يوم القيامة تلاقي باب الجنة بيتفتح لك بسبب الذكر ده. قلت بلى يا رسول الله. قال عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. إيه كمان؟ سيدنا ابن القيم رضي الله عنه وعليه من الله الرحمة يقول لك حاجة جميلة قوي، ودي تطبطب على قلبك يا مهموم. لو انت مهموم اسمع، ولو انت مخنوق اسمع، ولو انت تعبان اسمع، ولو انت متضايق اسمع. قال ابن القيم إذا أتعبك شيء في الحياة
وإذا أغلق في وجهك بابا من أبواب الدنيا وعجزت عن فتحه قل لا حول ولا قوة إلا بالله فبها تفتح المغاليق. بإيه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن عثيمين رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أتعبك شيء في الحياة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار أبيض، كل دي في لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقول لك لأن أنا قلت لك من معانيها أن تعتصم بالله، وأن تلتجئ إلى الله، وأن تسلم جميع أمورك لله، وكأنك تقول لله: يا رب لا حول مني ولا قوة إلا بك. لا حول لي، أنا ما عنديش حول يا رب، ولا قوة بي. إن كان عندي شوية عصب، شوية عضلات، شوية قوة بقدر أشتغل، فمنك أنت يا رب. ولا رازق لي يا رب، أنا بسعى بس، إنما الرزق ده من عندك أنت. ولا رازق لي يا رب، لو أنا مظلوم والدنيا جاية عليا والناس جاية عليا ومش عارف أخد حقي، أنا باخد حقي في الدنيا بسببك أنت يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت تخرج النهاردة بالثلاثة دول: لا حول ولا قوة إلا بالله تعينك على متاعب الحياة، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك قد هديت وكفيت ووقيت، يحفظك الله في الشوارع وفي الطرقات ويتنحى عنك الشيطان. وتقول برضو وانت خارج الصبح علشان ربنا يحفظ لك أهل بيتك وزوجتك في بيتها وعيالك في مدارسهم وتعليمهم: بسم الله توكلت على الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رددوا جميعا: لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إن كان بيننا شيطان فأخرجه، وإن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فقربه أكثر، وإن كان رزقنا بين أيدينا فاللهم بارك لنا فيه. اللهم يا ربنا اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا.